السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم واحد السندويتشات بالديك الرومي او بيبي او لادانت بنكهات مغربية، يعني تتبيلة ديال هاد الديك الرومي غادي تكون تتبيلة بسيطة مغربية للمكونات ديالها موجودة في كل بيت وكتعطيه واحد الطعم رائع جدا. فلا بغيتو تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير تبعوا معايا الفيديو، فيلا نبداو بسم الله. بالنسبة للطريقة ديال التحضير، ففي إناء غادي ندير واحد البصلة متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة، يعني مشلضة مزيان صغيرة. غادي نضيف عليها واحد ربع حامضة مصير حتى هو مقطع إلى قطع صغيرة، اللب مع القشرة. واحد ملعقة طعام أو معلقة كبيرة ديال المعدنوس، نص معلقة صغيرة مع مرش ديال بودرة الثوم اللي ممكن كذلك تعوضوها بفص ديال الثوم أو ممكن تحيدو كاع الثوم إلا ما بغيتوش. غندير واحد ملعقة صغيرة ديال سكينجبير، ملعقة صغيرة ديال التحميرة أو البابريكا، واحد رويس ديال معلقة صغيرة ديال الخرقوم، غير راس معلقة صغيرة. من بعد غادي ندير واحد معلقة صغيرة ديال الكمون، نص معلقة صغيرة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من الملح تكون مع مرش، حيت الديك الرومي راني غسلته بالحامض، وكذلك دايرين في التتبيلة الحامض مصير، يعني الملح تيبقى دائما على حسب الذوق. فانا غادي نخلط يعني هاد المكونات هادو مع بعض. فكيف ما تلاحظوا راني ما درتش الزيت، حيت الزيت يعني ما كتخليش التتبيله تدخل في اللحم او في الدجاج. داكشي علاش الزيت كتبقى محتفظه به غير للقلي. يعني هاد التتبيله هادي كيف ما كتشوفوا يعني التوابل ديالها متواجده في كل بيت وتتجي رائعه ولذيذه بزاف. ممكن ديروها كذلك الدجاج، وممكن كذلك نحضروها يعني مسبقا سواء في الصباح او لليل، يعني نطيبوها مع الغداء لا كنا مزروبين ولا شي حاجه. فانا غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير وندخلها للثلاجه، غادي نخليها ترتاح على الاقل نصف ساعه. فمن بعد غادي في مقلاة غادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال الزيت نباتيه، ممكن كذلك تعوضوها بزيت الزيتون. وغادي نبدا تنقلي لادانت. يعني باش قلت لكم هاد الوصفة هذه سهلة، يعني بالنسبة للمرأة العاملة ممكن أنها تصوبها في الليل وتخليها بالتتبيلة، ومنين تجي مع الغداء دير السلطات أو تقلي الفريت كيف ما أنا تنقليها، ويعني وتقليه في المقلاة فواحد 10 ديال الدقائق ما كاملاش تيكون طايب. وهكايا حنا يعني وجدنا غديوة يعني متنوعة وصحية. فغادي نبقى يعني تنباشر يعني تنقلي وتنحركو مرة مرة. كيف ما كتشوفوا فديك البصل فراه داب، يعني تيبدا تيتعسن بحال اللي كيتدغمر وتيجي لذيذ بزاف. فممكن كذلك هاد الوصفة هادي تعمروا بها البطبوط، يعني بطيبطات صغيورين او لي شوسون او يعني شي حاجة مورقة، يعني بلا بات فويتي بالعجين المورق، او ديرها في الملوي او يعني او ساندويتشات. صراحة انا هاد الطبق تنقدمو كطبق عائلي، يعني تنحطو في طبسيل كبير وكناكلو يعني مجموعين. قلت بما انني غادي ندير له فيديو اليوم، علاش لا ما نقدموش على شكل ساندويتشات. فها هو بجد يعني كيف ما تتشوفوا ما فيهش الزيت او ليدام ولا شي حاجه، وتيجي ناشف، ويعني ديك البصيله شحال ما كتنرو البصله شحال ما تيجي ألذ وألذ اكثر. فها هو من بعد ما وجد ليا غادي ناخذ لي باكيت صغار. ممكن ديروا اي نوع ديال الخبز، سواء الاسمر او الابيض، الباكيت الابيض او الاسمر. ممكن كذلك دهنوا في الباكيت شويه الجبن كريمي او الفرماج او مايونيز ولا الكاتشوب. انا ما بغيتش نديرو يعني حيت اصلا ما تيجيش ناشف، داكشي علاش زعما ما دهنتش الخبز بشي حاجه. درت فقط بعض قطع ديال الخس وقطع ديال الطماطم. ممكن كذلك تضيفوا البصل، ولكن بما اننا راه حنا مطيبينه بالبصل فيه ديك التغميره ديال البصله، يعني ما كاينلاش نضيفوا البصله. صراحه يعني انا درت الخضر في الخبز حيت يعني ما غاديش نقدمه مع سلطات. ممكن الا كنتو غادي ديروه في طبق عائلي تيتقدم مع سلطات متنوعه. وهكا يعني تنديروه تنملؤوه في الباغيت او الخبيزات الصغار، وتنقدموه مع شويه ديال الفريت، شويه كاتشوب مايونيز. ممكن نديرو كذلك السلطات الا بغيتو. ممكن كذلك تضيفوا لداخل في الساندويتش الزيتون الاسود او الاخضر. وهكايا تيكون الطبق ديال اليوم وجدنا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في القناه ديالي على يوتيوب كويزين يسرا. بصحه وراحه.